السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم قررت اطب العالم التيك توك واشوف شنو بيه محتوى. اريد اكتشف هذا العالم، اريد اشوف الناس اللي تنزل بيه فيديوهات شنو سالفته. ladies and gentlemen، اليوم راح نفوت للدارك ويب. ملاحظة، راح اشوف مقاطع التيك توك وانطي رأيي بكل صراحة، فما اريد اي واحد من مشاهير التيك توك يزعل مني. تمام؟ ادري بيكم كلكم تحبوني وتعشقوني، بس انا راح انطي رأيي بكل صراحة، وهم يكون دعم الكم، وهم ممكن تستفادون من نصيحتي، وممكن تسوون رد فعل على هذا الفيديو مالتي وتنطوني وجهة نظركم انتم المشاهير. اذن اهلا بيكم بالتيك توك. طبعا اول ما فتحت التيك توك طلعت لي فيديوهات هذا الشخص اسمه محمد حمد. فيديوهاته مثل ما قاعد تشوفون اياها قدامي. تعالوا خلي نغوص بمحتوى ونشوف شنو هذا. طبعا عنده 494 ألف متابع. راح اشوفكم شكل الموطة او الايس كريم تحت المجهر. ليش يعني اريد اشوف الموطة تحت المجهر؟ يعني شنو الدافع اللي يخليني اشوف الموطة تحت المجهر؟ وانا متأكد راح تنصدمون بس تشوفون شكل الموطة. معقولة؟ راح ننصدم من نشوف شكل الموطة؟ بس بحياتك فكرت شنو شكل البيبسي تحت المجهر؟ ليش اصلا افكر شنو شكل البيبسي تحت المجهر؟ وش راح يطلع لي بيه؟ شنو الدافع اللي يخليني اشوف البيبسي تحت المجهر؟ راح اشوفكم شكل مشروب التايجر او الريد بول تحت المجهر. انت ليش ما تسمي اسمك تحت المجهر؟ باش كاتب نصيحة لا تدوس متابعة. هذا خالف تعرف، مو؟ يعني سوي العكس حتى تحصل العكس، صح؟ يعني شلون مثلا من تقول لابنك بابا ما اريدك تقرا، فهو يقوم يقرا عندك. فشوف بكت عنده غير محتوى. راح اشوفكم شكل حليب الثدي تحت المجهر. شو بدك تحكي؟ ليش اصلا اريد اشوف حليب الثدي تحت المجهر؟ عمي كبرنا، ليش اريد اشوفه تحت المجهر؟ ايش راح يطلع؟ متابعين اريدكم تطبون تكتبوا له. علي شاكر يقول لك عوف المجهر. مو تزعل مني، ترى لمصلحتك. انا نريد نطور المحتوى العراقي يا اخي، بشرفك طوره، بدعت امك طوره. اوكي، ثاني شخص راح نشوف فيديوهاته اسمه مصطفى البصراوي. عنده 3.8 مليون متابع، يعني هذا اسطوره، يعني هذا الكفو. خلينا نختار فيديو عشوائي ونشوفه. اطول اذن العشاء. هي هل ارد للبيت؟ هي لا ما اروح للبيت. ها لا وين؟ للجامع. هاي صارت ببالي، صدق انا كبرت لازم اتزوج. ايش دخل؟ اذن العشاء، خلينا تروح تصلي. ما طول اذن العشاء. هل ارد للبيت؟ لا ما اروح للبيت. هاي صارت ببالي، اذن العشاء. الاذان ايش دخله؟ الاذان ايش دخله؟ اقنعني. وليش صورته بالاذان؟ اشمعنى ما طول؟ واحد ما اقدر. اهدى. اوكي خلينا نكمل. وهي بنت ابو تراب ونعم منها ومن ابوها. ايوه النعم. خوش عالم. خلي اروح لابو تراب والله كريم. قواك الله عم ابو تراب. بعد ابوك شلونك؟ هلا شلونك حمي؟ والد شلون الصحة؟ امورك؟ عساك بخير؟ زينه يالا. الله يعزك. هلا ينقل هلا. بدي اروح لك عمي. شلونك؟ شلونك؟ الله يعزك. والك بشرني هلك شلون امك؟ خير ونعم. عوفا التفاصيل، عوفا ما لك شلونهم. طبوا بالموضوع، طبوا. يعني ليش هاي الواقعيه الزايده؟ بعد تقول له شو تغديت اليوم، هو يقول لك تغديت فاصوليا وتمن، وانت تقول له بالعافيه، هو يقول لك الله يعافيك. طب اخي طب بالموضوع. خلينا نكمل الفيديو. حكي قالوا مريضه سمعت عليه. اي والله عمي شويه تعبانه، تعرف مره كبيره ما تستاهل. وتدرى انا الوحيد لها، وكل خطوه 100 بدي اروح لك عمي. وتجايبيه ترجع بيه ان شاء الله. عمي انا والله عمي جايب كرك يرجع بكرك. وتجايبيه ترجع بيه ان شاء الله. عمي انا جايك بطلب تأمر. وان شاء الله ما ترد لي. ما يردك الا بختك. عمي تدرى انا كبرت وامي مره كبيره، وتدرى انا الوحيد لها، بعد انت عندك هاي التفاصيل كلها وتعرفوني. يعني انت تريد تتزوج لان امك كبرت بالعمر؟ ليش تريدها خدامه؟ تريد تجيب لك خدامه تخدم؟ يعني ها نبوي يقول له صح تفاصيل كلها وتعرفوني. صحيح صحيح وكانما هو
لين وحده بالبيت فيحتاج وحده تعينه بالبيت، وكانما المراه خدامه، وكانما المراه خدامه. هاي الفكره اتمنى انه تطلعوها من دماغكم، لان المراه مو خدامه، وبالدين الاسلامي المراه مو من واجباتها الخدمه بالبيت، وهذا العرف والمجتمع علمنا على هذا الشيء. المراه من تسوي هاي الامور فهي مشكوره عليها، لانه هاي مو من واجباتها، من تنظف وتطبخ، كلها هاي مو من مسؤولياتها الزوجيه. تقدرون تسالون بها اي شيخ او سيد راح يقول لكم نفس كلامي، وهذا الدين الاسلامي علمنا على هذا الشيء. فانت من تروح تتزوج قول له انا اريد اتزوج، انا محتاج زوجه، مو مريضه وكبرت وواحده بالبيت وما عندنا احد فاريد شنو خدامه يا حبيبي، ما يصير ما يصير. وكل الديره تعرفني الحمد لله والشكر، فانا جاي اطلب القرب منك واريد بنيتك. وانت وين تحط ايدك ينفخ ذا، بعد وين تطلب القرب منه؟ انت راح تقعد بحضنه. اطلب القرب منك واريد بنيتك. بابا شوف انا مقتنع مقتنع حرفيا. وانت بعد بكيفك. من هاي قبل هاي خدمتك ياها تريد اميره هاي تبشر. اخ والله يا حجي ترى هي مو طماطه حجي، تريد هاي لو هاي، تريد اميره لو شو اسمها الثاني دقيقه. من هاي قبل هاي خدمتك ياها تريد اميره هاي. اميره، تريد اميره لو ايه. كيفك انت؟ استنقي ده تبيع تمر، تريد خستاوي لو برحي، ده تبيع طماطه تريدها قويه لو رايجه. تبشر. والله يا عمي انا جاي على بنتك الصغيره واللي هي اسمها هاي من هاي قبل هاي. هاي شنو حجي؟ انت قبل شوي قلت هاي قبل هاي، هسه صارت هاي قبل هاي. من هاي قبل هاي طبعا. من هاي قبل هاي. هسه لازم تثبتك على ري حجينا الغالي. داشاقه لا تزعلون مني بشرفكم، اللي مسوين الفيديو لا تزعلون من داشاقه. الله يوفقك يا عمي. تبشر. وبعد انت اسال. انا بدون ما اسال بدون ما ما صدق الحجي، ما صدق، ما يصير يخلص منهن، بس يريد يخلص منهن حجي. هاي اخ هاي تعاي بابا. اقصوا حلو. طلعت وين خاتله ورا النخله. تعاي ابوي. ها شنو هاي جنة اثنيناتهن؟ يقول هاي بعد ابوك. ها ابويا. صيف تعرفينه. ابن ديرتنا. ابن ديرتنا وابو فلان الله يرحمه، وامه مره كبيره عجوز. اي وجاي طلب ايدك على سنه الله ورسوله، شو تقولين؟ ها ابويا موافق على ابويا. هاي بالتوفيق. اميره ايش بيك؟ خيي خميس الجاي العرس ان شاء الله. حدد وخلاص خميس الجاي العرس. اميره ايش مالك؟ خيي ليش هيك سويتي بيه؟ خيي ايش بيك؟ شو ما كان اريد. وشنو تريدي حجيه؟ شنو هو تيشيرت فستان انسان شو اسمه هو؟ صيف تعرفينه. مصيف والدنيا هسه صارت بارده، انا هم مصيف. مصيف خوش يمثل، يعني من يمثل تحسه طبيعي. اروح لك عمي شلونك؟ شوف الله يعزك. والك طبيعي. شوف عبالك طبيعي ما يمثل، وهاي نقطة تنحسب له، احنا ناس حقانيين لازم نحكي الزين والمو زين، بس هو يحتاج افكار. طبعا هذا الحجي هم خوش يمثل. فيديو الاخ المصيف خلينا نشوفه. بابا مصيف انت ليش متعوف الكرك؟ ليش دائما لازم كرك؟ هذا الصوت صار اكثر من مره يراودني، بس انا ما مخلف. اشباح؟ المشكله انه عفيفه ما تخلف. عفيفة منو؟ انا لازم اشوف حل لهذا الموضوع. يعني شو تسوي؟ صار لي 8 سنوات متزوج وما لا ظل اسكت. لا شو اليوم الزين متاخر، حتى الغدا برد. آية لا انت مو تزوجت ذيك شو اسمها؟ هاي انت مو تزوجت آية، شو طفرت على عفيفة؟ شو اليوم الزين متاخر، حتى الغدا برد. انا ادري وين راح. ايوه ماكو قاعد اوديه البيت اهله. اوه حودي البيت اهلها، وهذا حل؟ الى بعد ما تفيديني وديه البيت اهله. يا اخي جوز الخلل بيك، افحص حلل. فيفا 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 فانا تعبت ومليت من الوضع اللي انا بيه. ليش؟ شوف ايش صاير. يعني كل ما اصفن اكو صوت يراودني، ايه شخص يصيح بابا بابا، انا اريد له طفل. جوز الخلل بيك يا حبيبي، انت لازم تستهدي بالرحمه، وبعدين انت اذا تاخذ انسانه تحبها ما يصير تعوفه على مود الخلفه. يعني هسه مثلا انا حبيت انسانه واريد اتزوجها، مستحيل اعوفها اذا طلعت ما تخلف، يعني مستعد اعوف كل شيء على مودها اذا اني احبها. البيدج البيدج قومي لم غرابك خلي اوديش لهلك. قومي صار دشن البيدي. ها شنو دشن البيدي شنو؟
صار دشن البيدي. شنو دشن البيدي؟ قومي صار. دشن البيدي. شنو دشن البيدي؟ عندي شغل بيدي؟ يا اخي بعد ده يقنعني خوش يمثل. افكار، ناقصكم افكار قويه. عفيفة تحضرتي؟ تحضرت يلا مشينا البيت لك. بعد وقت. شي كله بعد وقت. كله بعد وقت. اخويا بشر مرتك جابت ولد بنيه. والله يا اخوي ما ادري بس لا تقول لي بنيه. كل فيديوهاته طالع مراضي كل شيء ما يريد، كل شيء كل شيء عاجبه. شوفوا هو كل فيديو فكره واحد بس انا بدي اربطهن. لا شاقه وياكم عشت ايديكم، فيديوهاتكم حلوه بس يا اخي شغلات تضحك، ما اقدر اضحك، بدي اضحك ما اقدر. لو اني لو هي حتى لو ضحكتني استغفر مني على الصبر. وش يمثلون، وللامانه عندهم مواضيع هادفه قياسا بباقي مشاهير التيك توك، فما اشوف بيهم عيوب. وحتى البنات اللي وياه محجبات. عموما شباب طبوا مصطفى البصراوي يقولوا له، علي شاكر يقول لك استمر، بين قوسين دير بالك على عفيفه. تحياتنا لك حبيبي. راح اخليك تشوف هذا الاسد يمك بالحقيقه مو بالتليفون. عاد انت بيش طالبنا تشوف الاسد؟ انت منين طلعت لي اصلا؟ شاقه وياك لا تزعل. اوكي اكو شخص اسمه حسحس عنده 2,400,000 متابع. نايس 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 نايس. خلينا نشوف حسحس. يا ولا ربع يا مان تعال بس شوف وقف بس تقف يا مان مزنح ما وانت اللي تقف. بس شوف وقف بس تقف يا مان مزنح ما وانت اللي تقف. ايش ما دافت منك؟ حسحس ايش بيك؟ حس بينا حس ما دافت منك شيء. شوف هذا المقطع وبعدين نحكي. خوش ايه خوش. شفته. شفتين ولك شنو؟ يا ول هاي انت اذا تريد تربطين شو اسمه خصريك يراد لك حبل يراد لك حبل 20 متر. حس شنو هاي؟ ليش تتنمر على البنات؟ حس يعني سودا عده كرش نبذني ضحكا. يتنمر عليك 20 متر يلا يفتر. والله مو خسر مشتمل يقول بيتونه. انا والله متابعينا وجيش حسحوس وننا طلع اسمه حسحوس ولا عبالي حسحس. حسحوس. حسحوس. موضوع صار وعالم هسه ما لي علاقه بهالموضوع، اريد محتوى ما لي علاقه بمشاكلك الشخصيه. هلا والله يا جيش حسحوس. اليوم جبت لكم شغله تخبر، وهي اريد منكم طلب صغير يفيدكم تخلون تخليكم ما اعرف اسوي شلون شغله. شو تسوي؟ تاخذ الصوره هاي مال حسابي وتحطها على حسابك. اريد محتوى ما لي علاقه بصورتك، اريد محتوى. امانه الله موت عليكم يا ولد ضحك. امانه الله ما حد شوي وما طب 2 مليون. يا اخي وين المحتوى؟ حسحوس ابداعتك حسحوس، انا راح اتقبل. اليوم تشرفنا زيارة أخونا حسام الأمير. طلع اسمه حسام الأمير. يا أخي اسمك حلو، شنو حسحوس؟ هذا كل اللي يريد ياخذ الهيئة. أسوي حسحوس. يا ولد وين مزرعد انت؟ مزرعد بهالتوك توك دبر بنوات. ما تفتهم بس دقيقة بس. انت مزرعد شنو مزرعد؟ بس تريع شنو؟ ما اعرف شنو مزرعد. حسحوس شنو يعني مزرعد؟ قص هذا المقطع ونشره. قول لي شنو يعني مزرعد يعني رايح او مدرعم، يعني مدرعم او يعني مثلا هاجم. ليش هاجم يا ول انت ليش هاجم يا ول ليش انت مزرعد؟ دبر بنوات يا ول. شنو دبر بنوات؟ ضحك قبل يعني باوع. كان جيراننا حجي خوش حجي كبير وعنده صبي قاعد ببغداد. صبي يعني ولد. يا ول ليش مو الحج خطيه كان يموت؟ منو الحج؟ ابو الصبي؟ والله انا قلت خل اروح ادفنه ويا هالدفانه. رحت ويا الصبي تدفن الحجي؟ رحت دفنت الحجي كان ارجع. يا ول رجعت كان يتلقانا ابنه. الصبي يا اخي الصبي انت لازم تلتزم بلهجه. الصبي تلقاك الصبي تمام؟ يا يمه والصبي كان بشي من انا بيه. هسه انت فهمتني. رجعت على الصبي، لا تقول لي الولد يا اخي. تلتزم بلهجه، التزم. صبي يبقى صبي، مزرعد يبقى مزرعد. كتبوا له علي شاكر يقول لك ضحكتك حلوه بس وين المحتوى؟ بين قوسين مزرعد. لا تزعل مني حسحس العفو. تحياتنا لك. اوكي عندنا واحد اسمه ابو عليو عنده 1,300,000 متابع. خلونا نشوف محتواه. انتم تدرون اخوي راح يعرس جاي ينظف له بهالغرفه مالته. طبعا اشترينا 500 متر. يعني دي يحكي لك حياته اليوميه، يعني شي يصير ببيته يصوره، شي يصير يعني هسه ساعه ننظف وحتى من ينظف يعني فتشي كارثه. هذا الولد كارثه. طبعا شوف هسه جاي ننظف لها بهاي الغرفه. راح نجيب له غرفه هذا اخوي. ذليته ذل اخوك
ذليته بهالغرفه هاي. ابن الحي امشي يم امك. ابن الحيه جاي يسوي ابن الحي جاي يسوي. ذاله ذل ابن الحيه ذاله. شكو صرت موتتني. حتى من خسرته تاذيه يصور. ترى متفقين احنا نتزوج سوا وهاي حيتزوج بس هو. حتى من صديقه ينوي يتزوج يصوره. شوف هذا اخوي الخبيث رحت له على فلوس ومرته سدت الباب بوجهي. حتى من يروح لاخوه يطلب فلوس ومرت اخوه تسد الباب بوجهه يصور. طبعا البيت فارغ شوفوا ما حد بيه. حتى من البيت فارغ يصور ويقول لكم البيت فارغ. راح تنور بيتنا حياة جديدة ان شاء الله. حتى من تجيهم حياة جديدة يصور. الحياة عيب على بيتنا تقول بيتكم مو حلو. والله هاي الصور عشق يا اخي. هسه احترام لا. على فكره احنا ما نؤمن انه اللي بالصوره هو الامام علي عليه السلام، ويقولون انه رسموهن عن طريق الروايات اللي انذكروا بيها، بس ما نؤمن انه هاي صورهم. وانا افضل انه تكون هاي الصور يغطون بيها الوجه او يحطون نور، لان اهل البيت عليهم السلام هم نور. ابن الحي شو تنظف؟ يا اخي انت هذا شاقه شق، انت هذا شقيته شق هذا انت. ابن الحي شو تنظف؟ حتى مني نظف ما عاجبك. اما شلونك؟ شلون صحتك؟ حتى مني يسلم على امه يصور. اليوم جاي اقرب حسوني. حتى مني يقرر حسوني يصور. جاي نسوي سياح. حتى مني يسوي سياح يصور. كان مرت اخوي قلت لها ذبي اكل للطيور. انت مطيرتشي. ايش كاتب هنا؟ شنو هذا العين عين؟ شنو هذا؟ شوف هاي السياح عمي سوته. حتى من ياكل سياح يصور. طبعا هاي ثاني مرة البس دشداشة بحياتي كلها. حتى من يلبس دشداشة ثاني مرة يصور. طبعا هاي مرت اخوي الكبيرة. انت بس كنت ترتب مرت اخوك. يا مرت اخوك شلون بتحملتك؟ ابن الحي. هذا ابن الحي. ذنبه برقبته كذا بالمدرسة صح ولا ابن الحي؟ ده تمطور. حتى من تمطور يصور. انت من تعوفين حبيبك على مود لان خانك. ها شنو مثلا راح تلقين روميو؟ هو السوق كله هيك. طبعا نحن اليوم في غرفة الحياة سنستكشف ما هذه. انت حتى طاب غرفة مرت اخوك تدور بمكياجها صدق تحكي. خلنا نتعاطف وي حسام. لا حسام. حتى من يريد يصور. كنا نتعرف على بنية طولها 165 وحلوة وتحبني. شنو ربط العرق؟ شنو اللابسه انت؟ شنو ربطه؟ ما شنو وين انت وراك صاعد على مطي؟ صاعد على مطي. هذا اللي وراك مطي مستحيل يكون حصان. لازم تلقى فيديو. طبعا شباب شوف هاي ذكرى جبتها وياي من دبي الغلط. شوف انا عرفت كل شيء يصور. حتى سالفه المطي هم مصورها. وطبوا على ابو علي وكتبوا له علي شاكر يسلم عليك ويقول لك عوف الحيه بحالها. اوكي اكو واحد اسمه يوسف العسكر، هذا بعده جديد لازم ندعمه شباب. هذا عنده 4340 متابع. خل نشوف الفيديو مالته. اوكي جيران عمي ماكو. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله اخوي. عمي انا محسبكم جيران. هذا ليش تيشيرته مشقوق؟ ليش تيشيرتك مشقوق؟ والجار حق على الجار. يعني انا كنت مأمن بيكم وانتم ناس طيبين، تالي ما تالي هيك تسوون؟ يشكو اخوي. يعني تقبلها. ابنك يباوع من جوا الباب على البنات مالك. ابني؟ ابنك. يا ويلي اليوم اذبح. تقبلها؟ هاي قبل هاي. ابشر. تمام. عرفت ليش مشقوق؟ حتى يشق بعدين حجي وينك واحد يبوع على بنات العالم من جوا الباب؟ وين من هذا؟ هذا خليه هيك. 1 2 3. هذا فوتوشوب الهنود. والهاي معودة شو تريدين؟ الله عليك بس صيح للدكتور راح اموت بس. ها مرتك عندها شوارب. دكتور بطني توجعني. يلا ماشي هسه راح اخابره. الو دكتور الله يساعدك. شخبارك؟ احنا بالعراق نخابر الدكتور؟ معقول احنا بالعراق عندنا دكتور يجي؟ يما ليش ما تجيبين الدكتور؟ يوسف احسن مني؟ اي والله لان عندي اختي والله بطنها جاي تأذيها. اختك عبالي مرتك. هم اختك عندها شوارب شو حجي؟ يلا هسه هذا راح يجي. وين الدكتور؟ هو الدكتور. ايه 7 صنايع والبخاء جاي حافي الدكتور. شنو هذا جاي الدكتور يأفأف؟ هاي اختك حامل. دكتور شنو حامل بالله عليك؟ هي ما متزوجة ترى. عود منين جاه من الهواء؟ انا شو معرفني؟ اسال اختك انا شو معرفني؟ جاه من الهواء، جاه من زماله، جاه من حيوان، شو عليان؟ دكتور قول غيرها بالله عليك. ولا يمه يابا بس تعالوا. هذا شو يشي يمه يابا. شفتي امه هي هو بدري هي هاي اختك. يولو شنو حامل يولو. انا راح اموت. يولو شنو حامل. اليوم اضربها في الشكل. هذا
هذا اكيد ابوه كان نايم بالبيت لانه هو ما يقدر يصيح. ده تلاحظون؟ شنو حامل؟ اليوم خلص اليوم. واحد يعني تحسك واحد نايم ببيتهم فبدا يقدر يقعده تخليه يقعد وبعدين يصور. شوف يمه يا ابو ايش فيكم؟ انا منقطع ما عليه. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله كل الهل، يحفظك الله. انا جاي هنا على هاي المنطقه واريد اسال على بيت ابو فلان. ابشر. انا ابني راح ياخذ منهم مره واريد سمعتهم شوي. انت جاي تسالني؟ ايوه. وانا تريد؟ هذا بيت ابو منو؟ واريد اسال على بيت ابو فلان. بيت ابو فلان منو؟ يا عمي نصيحه لك لا تاخذ. منو هم بيت ابو فلان؟ عمي ناس فد مره يحافظ من عندهم. منو بيت ابو فلان؟ انا اشكرك. حياك الله كل الهل، يحفظك الله. انا سلام رجال. السلام عليكم. السلام يا حبيبي. شلونك؟ لا عمري حبيبي شلونك؟ دير بالك تقول لي بيت ابو فلان، خاف هذا غلط بالمونتاج. شنو السالفه؟ انا جيت اسال على بيت ابو فلان. شلون؟ شنو من عندك؟ يا بقول له ابو تحسين، ابو جاسم، ابو اي شيء. ليش؟ ترى حبيبتي تودنا كنت يمها. حبيبتك بنت ابو فلان؟ يا الله اصبحنا واصبح الملك لله. خلينا نروح للشغل. الله كريم. انتوا ليش من تحجون بقلبكم تحجون بالحقيقه؟ يعني ليش بالتيك توك من واحد يريد يفكر بقلبه يحكي التفكير؟ يعني ايه انا ضايج هسه ايش راح اسوي؟ ترى احنا نفكر بدواغنا بداخلنا. يعني انا اشوف هسه ايه هسه انا ضايج ايش راح اسوي؟ هيجي. طب اليوسف العسكر يكتبوا له علي شاكر يسلم عليك ويقول لك بعد لا تشقق هدومك. بعد شو تريد؟ اوكي الشخص اللي بعده هو علي الخفاجي. هذا هو ابو متابعيني. شلون راح انتقدهم؟ بس ما يخصني. صديق ما يخصني. اوكي كانت النية اسوي مثل ستايله. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام عيوني. عمي سمعت عندكم جايبين خوش بضاعة خوش غراض صحيح؟ شرح لون وياه. ترى هذا معلومة على حذية. لا بس يبع شوت بوعله مختار. سمعت عندكم جايبين خوش بضاعة خوش غراض صحيح؟ هي عمو عندنا اغراض اشكال. ايش بيك حجي ما مصدق؟ ايش بيك؟ ليش ما مصدق؟ لك انت مو حسين. هاي البنيه مو بنونه، راحت بنونه، ردت بنونه، قعدت بنونه، نامت بنونه. اي عمي انا حسن وهاي بنونه. غلط راد يقول هاي حسن واني بنونه. نامت بنونه. اي عمي انا حسن وهاي بنونه. غلط الا شوي. يا اهلا وسهلا بيكم. قد حلوين بالحقيقه، قد مرتبين يا بعد قلبي. لا العم راوينا البضاعة البنونة خل نشوفها. اي عين هذا اسمه موديل حلو جديد. هذا الموديل جديد. هذا اعلان اعلان هذا موديك علي الخفاجي غير يقعد راحه. مو تزعل بشرفك ترى الشاقه داعي كل كلامي شاقه ترى احد يزعل. يا عم رحم الله والديك ايش قد حسابي يصير يا شنو؟ ها جاي تحكي يا حساب يا دنيا. انا متابعكم اموت عليكم. روح عمي روح. لا عمو ما يصير شغال تاخذ فلوس. عمو اخذ فلوس. روح عمي روح صديق بالله. رحم الله والديك عمي الله يحفظك حبيبي. هلا يا اخي هذا واحد احس على نيته بس ما اعرف ليش تحكون عليه. يعني ما اعرف هو ثلاث ارباع العالم يقول ليش يطلع مرته ما يخصنا. احنا ما يخصنا. انت تريد تعطي نصيحه اعطي نصيحه، ما تريد تعطي نصيحه كرمنا بسكوتك يا اخي. قل خيرا او اصمت. كافي يا عراقيين يعني كله حكي على العالم. ايش بيكم؟ حبايب قلبي هاي رساله المهيمن الامين. ما لي علاقه بمهيمن الامين. اريد اشوف محتواك. حبايب قلبي بس شوفوني من يجي المحل مالتي. ولقتنا بمحلك. طبعا حبايب قلبي والله العظيم مرات اكو اشخاص قريب من عندهم انت ما يشنون عليك ولا يجوك ولا شيء. اول شخص اجاني للمحل وجاب لي هديه منتظر الباب لي. جاب لك بس قل لي جاب لك. ولو زين لما جاب لك هديه تصوره. يا بعد قلب نورتني اهل الحله اهل الثوره تحياتي لكم. هديه شو يلا تعال. اوكي هذا شنو هذا؟ انا اقول هاي ثلاجه لو براد. يا بعد قلبي شوفتك هديه والله. شوفتك هديه ودي افتح بالهديه. والله ما عاد لي حلو. احملك على ظهري. ليش حاطين الشاشه فوق؟ ليش حاطها فوق؟ حاط صورتك جوا بالعكس. جوا الصوره فوق. بعدين واحد رقبته تنكسر هيك باوع. اضوج انا من هالحاله اضوج.
يعني هسه من نجيب بيتكم ارفع راسي وباوع؟ نزلها جوا يا اخي، بس تنزلها، نزلها جوا. اكو ميز مال الشاشه وتحط عليها الشاشه. هذا الراس ينكسر يا ابوي، هيك كان معلقه فوق. شنو راح نظل نشوف المسلسل وياك يعني لو شنو؟ منو؟ يعني منو؟ اكو واحد غيري يا بعد قلبي. تفضل عزيزي، ايش رايد؟ المفروض تقول له شرايود، مو تقول له شرايد. احكي ايش رايد؟ لك بابا قلت لك قول له شرايود مو شرايد، شرايود ما سامع هالكلمه؟ طب العيال الخفاج يكتبوا له علي شاكر يسلم عليك ويقول لك بيش الحذاء. اوكي، عندك فيديو مال واحد اسمه الفنان محمد الكعبي. خلينا نشوف محمد الكعبي شنو سالفته، شو الفيديوهات مالته كلها فلوس. باع كله يحسب فلوس، باع فلوس، ما كله فلوس، ماكو لازمك فلوس، باع لازمك فلوس. عماد الصالون احترق. غني هذا غني، كلش غني. العده فلوس، بجد فلوس مرتي. حري كله فلوس بابا. وعليا تريد باع كله فلوس، دفتر فلوس باع. اذا وحده هسه بالتعليق كله فلوس، كله باع حرفيا فلوس بابا. بوي عجلت نور باع كله فلوس. 50 سنت مشاري فلوس بقدك. وده سوا جاب المكتبته بابا. شوف واحد ماكو، لازم يحسب فلوس بالفيديو باته، اذا ما حسب فلوس ماكو فيديو، يعني لا تتوقع اكو محتوى ماكو. طب للفنان محمد الكعبي كتبوا له علي شاكر يسلم عليك يقول لك ما تداين جده. اوكي، عندنا الاعلاميه نادين الطائي، عندها 1,000,000 متابع. العزله مو سهله، البيت لا عبالي كان اروح اجر وادفع واجيب اثاث واخلي، ترى مسؤوليه الها اول ما لها تالي. انت البيت مو انت اللي راح تديرينه. بعد من يديره؟ انت لا عبالك تقعدين ببيت، ترى البيت بعد شنو انت لا عبالك تقعدين ببيت؟ ترى البيت راح تقعد بالبيت، ترى البيت شنو؟ انا من تقعد ببيت وهي عندها طفل وبعدها شابه، إيه؟ ترى اكو رياجيل حتى اذا هي قبلت اهلها ما يقبلون. يعني اهل البنيه ما يقبلون، يعني حتى اذا رجلها قبل اهلها ما يقبلون. زين واهلها ايش دخلهم بالموضوع بلا زحمه؟ الزوجه من تتزوج بعد تسقط المسؤوليه مال اهلها، يعني بعد ما يتحكمون بيها. بالدين الاسلامي اذا الزوج منع زوجته قال لها بعد ما تشوفين اهلك حرام عليها تروح تشوف اهلها، تدرين لو لا؟ لان الزوج هو اللي راح يكون مسؤول عليها مو اهلها، اهلها بعد ما لهم علاقه، من تتزوج خلاص فماكو داعي مال اهلها ما يقبلون، اهلها ايش دخلهم؟ انت عايشه بالعراق يمه حبيبتي. يعني شو اذا عايشه بالعراق؟ يعني ترى احنا ما عايشين بغابه يعني، اوكي بس يعني ما عايشين بغابه، ماكو واحد راح يشيت على البيت تقفل الباب وعايشه وعيشه سعيده، ترى واكو جوارين خيرين يعني مو كلهم خوش ناس. واهل ما يقبلون، يقول لك انت بتطلع انت. وهاي تقول اي والله، هو احنا هاي نصفق. اي والله السياره نفس البنيه صاعده وياها بالبث تشوف فيديو مالتي تقول اي والله. انت عايشه بالعراق يمه حبيبتي، يقول لك انا مرتي اتاخر عليها بالليل شيشياتي، الدنيا مو خوش دنيا، حتى لو ماخذ له مرق قديسه. كلاوات هاي مال مرق مره من حقها تطلع ببيت، ترى من حقها اصلا اريح لها تطلع ببيت، لو تقعدين ببيتها رجلها خدمه 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 في سبيل على اساس موفرين لها الامان. يا امان عمك نسوان زلم. حبيبتي تذكر الله قولي يا الله، والله العظيم ينشلع قلبك. ما دا اعرف ليش يحسك انه انت ام رجلها وما تريدين البنيه تطلع ببيت وعدها. هو ما اعرف اني بنات قلت له نروحن على العزله وذبحن نفسهن على العزله وسوون مشاكل حتى يعزلن وناطحن حتى يعزلن وحتى لام عبيس راحن حتى يعزلن، واقسم بالله بسنتهن هاي على استشارات الطب تبكي دم تقول لي ساعديني شلون ارجع البيت عيالي. هلو هاي شنو هاي؟ تريدون ايش طريقه حتى ترجع البيت عيالها؟ انا ما راح احكي، تعليقات تحكي. هاي كاتبه بالقران ما شفت العافيه والراحه الا من عزلت وطلعت ببيت وحدي، كنت تغسل بماي من الصبح لليل، هسه قاعد ببيتي نظيف ونايمه للظهر. لا عيني عزلت وراحه. عزلا بابا عزلا. الشريفه لو وين ما تروح تظل شريفه، ما يجي عليها الناس والناس مو زينه ولا ما كلاوات. هاي كلاوات المو زينه يجوها الناس المو زينه، محترمه نفسها وقاعده ببيتها ما اعتقد راح يصير لها شيء، خصوصا اذا كانت مخلفه وعندها اولاد واولادها يكبرون حيكونون لها سند، عندها 5 جار وقاعدين بيت عيالها. صدق تحكين؟ اوكي فيديو ثاني اسمه الحياه الزوجيه الصحيحه. بقين الافضل شلون؟ إيه اطلعي منه من قلبه اطلعي، اريدك هنا تشنقلين، بس اذا تشنقلت براسه ما راح يتخلى عنك. شلون نادينا تشنقل براسه؟ شلون؟ تشنقل براسه صيري شريكته، فكري وياه، اتخذي قرار وياه، صيري صديقته، دوم حسسيه انت صديقته، دوم حسسيه انت حبيبته، انت صديقته وانت حبيبته. واذا كان هو رافض ما يريد يصير صديقته
لا تحسسينا انت زوجته، كلمه الزوجه تخنق. هذا الذي هو معفن. انا احب كلمه ما تقول لي انا زوجتك جناحات اطير من الفرح، لان انا خوش ادمي، هي مختاره انسان معفن، اذا الخلل بيه مو بيها، غصبا ما عليه احترمها. هيك علمي بابا، هيك علميهن. شنو تنقلب راسه؟ ما تهم. شو صديقته وهو رافض اصلا ما يخليها تطلع، خانقها خدامه بالبيت مشغلها. حمودي سميه حماده، حسين سميه سوني، مو حسوني، قديم حسوني مال جهال، طفل بالشارع يلعب، تعال حسوني عيب. زين علي شو تسمي؟ اللولي؟ مو مهم الاسم بابا، مو مهم الاسم، اهم شيء التفاهم بالعلاقه، هذا بس العقل هالقد يفكر بهاي الامور. صدق تخاف علي وتحبني؟ مو بالكلام، هو مو بس حكي، انتم مفتهمين السالفه غلط، انتم النساء مفتهمين الفكره غلط. رجال ايش كبر تقولي لي حسوني؟ استحي ثقلي، رجال ايش كبر تقولي لي حسوني عيب. لا شو تقول له؟ تقول له سوني؟ حمودي عيب، حمودي هم مال جهال. صحيح لا مودي. علي لا تقولي لي علو كيلو لا، زين قولي له لولايتي هيك. واكو احلى من اسم علي؟ الله ما تقول لي علي. هاك التليفون، هاك التليفون حياتي، وهذا شفناه الكفر، شفناه ما يحتاج، شفناه. غنى النفس وغنى العين تسوى غنى الجيب وغنى الجنطه. ما حد قام يحط فلوسه بالجنطه بهالوقت. اكو شيء اسمه كريدت كارد او فيزا كارد او ماستر كارد، يعني من هالسوالف. وهسه عندنا صار زين كاش. اي لا انا اشوفكم التليفون. جوبوا لاولادكم لا تحرموهم، دللوهم بجالكم، املوا عينهم حتى لا تصير عينهم فقيره ولا تصير عينهم فارغه من يكبرون. هذا الشيء غلط، لا تفتح ايدك كلش ولا تسدها كلش، بين وبين، لان اذا تدلله كلش راح يتخبل، واذا تحرمه كلش راح يتخبل. علمه قيمه الفلوس وبنفس الوقت لا تبخل عليه. انتي منو الخلاه يتجاوز ويغلط؟ انتي منو الخلاه يتجرأ ويسب الرجال الميت صار له سنين؟ انتي وعندك 3 جهال كانهم ورود تلعب ببجي ما تستحي. شو يلعب يعني؟ هو شنو الجيمنج صار للزعاطيط؟ شنو يعني؟ ما تعرف يعني. وخليها تركيه باذنك. ليش تركيه؟ ليش مو مثلا سوار بيدك؟ تركيه ممكن توقع، السوار صعب يوقع، او مثلا قمصله بكتفك، يعني اقوى احلى. احس قديمه صارت تركيه باذنك. هاي تفيدني اخوي الشاب، من تجي تفاتح اهلك بموضوع، اهلك ابوك امك اخوك اي احد عمك، دير بالك وخذ نصيحه من اختك نادين الطائي، من تجي تفاتح وانت قافض على بنيه وتريدها، دير بالك تحسس المقابل انه انت قافل عليها وتريدها. ليش ما احسس انه انا قافل عليها؟ صدق قافل عليها، قافل كانت الروح يعني. شنو ليش ما ابين لهم انه انا احبها؟ وشنو مثلا الزواج حرام؟ بعدين اهلي شو علي يبيهم اني اهلي؟ هذا خياري، قراري، اختياري. ايش دخل اهلي بزواجي؟ ما اعرف، ما راح يتزوجون له. انا راح اتخبر من الاهل اللي يدخلون بزواجي بينهم. انا سيد قراري. حتى البنيه ما تزوجوها الا برضاتها، تاخذون رايها، شنو مو غصبا ما عليها، انتوا راح تتزوجون له هي. شنو تريدوني اخضع لهذا المجتمع الغبي؟ دير بالك تقول هاي الجمله، لو هاي البنيه لو ما اخذ، لو هاي البنيه لو ما اريد، لو هاي لو ما اتزوج اصلا عادي، هذا اختياري. لانه كل ممنوع مرغوب، لانه هاي شلون طلابه يعني؟ هم شنو زعاطيط الاهل؟ وحتى اذا اهلك شويه يجوز مقتنعين بك شويه، هاي الجمل يعتبروها تحدي، واياك ثم اياك تتحدى اهلك، خص بالاختيار شريكه الحياه. هسه شنو اتحدى اهلي؟ هو ليش دي يعتبروها تحدي اصلا؟ ليش الاهالي يعتبرون هذا الشيء تحدي؟ خلاص يابا هذا اختيارك، رحم الله والديك. انتم مو كان بتصحين الشاب بهاي السؤال، نصحي لين نصحيهم، خلي يبطلون هاي العقليه اللي ما لها داعي. شنو انا اقفل على زواج ابني؟ يا اختار لك لا ما تختار. وشنو انتم تختاروا لي؟ ليش تختاروا لي اصلا؟ حياتي انا وحياتكم، فانت لازم تكون نصيحتك موجهه للاهل مو للولد. ولد رايد بنيه خليه يروح يتزوجها، مو جدي يتزوج احسن ما يسوي شغله حرام. غير طلابه هاي. دائما خلي الامور سلسه، دائما خليها لا ابالي، هي لا ابالي عندك، هي كلش ابالي، بس انت قدامهم سوي الامور لا ابالي. يعني امثل عليهم، مثل مكان ما هم يتغيرون للافضل، يعني امثل. سوي الامور على اساس انه هاي البنيه هاي عاجبتني يعني اريدها. شلون امثل عليهم مقافلين يعني؟ شلون يعني وما لا مجرد اريدها يعني؟ شنو رايكم انتم؟ لا ما نزوجك، لا ما عجبتني. شو اسوي بهاي الحاله؟ شو اسوي؟ اوكي زوجوني، بس انا عجبتني هاي البنيه، احنا ما عجبتني هاي بابا، ما عجبتني اباكم بدي يتزوجون هم. لا تقولهم اني لو هاي بنيه لو ما اخذ، لا قول ايش قاسم لي الله يصير، مقسومت له بنت حلال وخير الي. هو شنو مقسومت لك عيني؟ شنو مقسوم؟ الزواج مو قسمه ونصيب، الزواج اختيار.
يعني الله ما يورطك بوحده مو خوش ادميه، الزواج انت باختيارك. ليش بس طلعوا هاي الفكره مال الزواج قسمه ونصيب، هاي قسمتي، لا هذا اختيارك مو قسمتك. رب العالمين ما يورطك بانسان مو زين، انت بالزواج مخير مو مسير، انت تختار لنفسك، وهذا اختيارك كان خاطئ فانت تتحمل ذنبك. الزواج مو قسمه ونصيب، هاي فكره قشمروكم بيها. هذا شخص اسمه ساو المنشار، عنده 764 ألف متابع. حركة في لغة تدل على الاستهزاء من الشخص الآخر. ليش الاستهزاء يا حبيبي؟ ليش أريد استهزئ بغيري؟ ليش؟ يعني إذا سويت شيء يعني إذا استهزئ به. حركة في لغة الجسد تغني عن 1000 كف على الوجه. حركة في لغة الجسد إذا سويتها راح تخلي أي شخص يستهزئ بك أو يقلل من شأنك. أنا أوعدك وعد إنه راح يحسب 1000 حساب مرة ثانية حتى يتجرأ يتكلم وياك. لا لازم تعلمني. راح أقول لك إياها. حركة راح تمثل لي إياها مو تقول لي إياها، لأن هي الحركة تفتعل وليست تنطق. حركة كالآتي. والله إذا سويت هاي الحركة أنت صدق شاطر، لأنه بعد ما بس للي يستهزئ ويتنمر ويقلل من شأنك، غير ناس أنا ما مسؤول إذا أنت سويت. ايش تسويها؟ أريدك هذا الشخص لما يكمل استهزاء وأنت ما تريد تتكلم وياه، تمام؟ تباوع عليه هيجي من جوا لي فوق. بعد ذلك شو تسوي؟ انتبهت عليه شوية، ابتسم يعني شوية. إذا أكو واحد بصفك بس احكي وياه، بس بعيدا عن الموضوع اللي هو يتكلم. صديقي أنا ترى ما فارغ احك راسي على مود اسوي الحركات، حرفيا يعني حرفيا يعني انا اشوف بس انت قدامي انا شايك حبيبي شو صحتك يا حبيبي واطلع ما فارغ اقعد ابو عليه ما فارغ اسوي هالحركات قدامه. احنا لغة الجسد عندنا عفوية، احنا باقي بينا جسد، احنا عمي احنا ما اريد اعلم الناس هاي الحركات الثلاثة اللي تخلي ممكن اي شخص ينعجب بيك او يتزوجك. جد والله يتزوجك. يابا هاي حركة غير راح تزوج العراقيين كلهم. حركة في لغة الجسد تدل على انه انت شخصية قوية. يابا ترى الشخصية القوية مو بالحركات، الشخصية القوية بالفعل. انت من شخص تكون مسوي له مواقف، مو بنظراتك وبحركاتك. اوكي اكو لغة جسد، وانا عندي حلقة على اليوتيوب اسرار لغة الجسد، بس انت لا تعتمد عليها 1,000,000% بحياتك، هي اصلا ما راح تبقى بدماغك، انت بافعالك الانسان يحترمك. حركة في لغة الجسد دير بالك تسوي، بس انت كلها دير بالك تسويها. اذا سويت راح تكون شخصية ضعيفة، وبنفس الوقت انت تعتقد بانه انت سويت هذا الشيء صح، بس خطأ فادح انت سويته. شنو؟ قبل لا اقول الحركة اخف الزائد اللي تحت صوتك خلي القلب. مثلا تكبي اي شيء عليك وانت بالمطعم. توقع عبالي تكبي يعني توقع على روحك، تكبي. انت ايش راح تبدي تسوي؟ شو تسوي؟ 90% من الناس يسوون هيجي. شو يسوي؟ لا تباوع على العالم يمنى ويسرى. هذا ما يحتاج تسوي هيجي والطعها، ما يحتاج. انا قايل لهم بفيديو غير حياتك، النعمه لازم تحترمها، تلطع اصابعك اصلا من تلخبطها. انا حاشي هذا الشيء على فكره، انه انت من تاكل بيدك وتوقع على روحك عادي هيك شيء، شوف تصلخها، نعمه هاي تقدرها، ماكو لا لغة جسد ولا بطيخ. لكن انت فقط لما تركز على اللي وقع على التيشيرت مالتك فقط، تبدي بانه انت تروح تغسله وتشوف الامر طبيعي. وانت ليش تغسله؟ ليش اكله؟ ماكو داعي تغسله، هاي نعمه تاكلها تشيلها وتلطعها، نعمه هاي حجي نعمه، لازم تقدر النعمه. شوف فيديو يغير حياتك 2 نزل علي حلقتين. هذا اني سألوا علي شاكر وقالوا له ليش ما سووا حمله مثل ابو فله، وشوفوا ايش رد عليهم. رد عليهم وقال لهم كل واحد عنده فلوس هسه خليه يعطيها للفقراء، وها هي صارت حمله خيريه. استهزئ بيها؟ بس شلون الفكره بشرفكم؟ لا تقول حمله خيريه وتعال جمع فلوس، عندك فلوس اعطيها للفقير، ما يحتاج تجمع فلوسك يمي. وانا شنو اني مثلا مخلفك وناسيك حتى تذب فلوسك يمه وتبرع بيه للفقراء؟ وعلى اساس تثق بيه انت؟ على بلغه الجسد انت شلون تعطي ثقه الانسان ما تعرفه؟ والتشبيك ما تقدر تتبرع للناس لو بس تحب يظهر اسمك على الشاشه، حسام الحسومي يتبرع بمبلغ وقدره، ويطلع اسمه على الشاشه وفد شيء. تكيفون على هالسالفه، تبرع، انت عندك فلوس تبرع، ما يحتاج تحط فلوسك يمي. بعدين انا ما بسوي حملات خيريه قدامك، دينيا ما يصير اشوفك انه اني اوزع للعالم. الحقيقه انت ما تعرفها، وهذا الشيء بيني وبين ربي. اوكي؟ يقول لك من تتبرع بيدك اليمنى
لا تخلي يدك اليسرى تشوف، فما بالك بالناس. اي هدف تريد تحققه بحياتك ارجع لي ورا وتشوت. اذا حد ينعجب بيك وهمك بانه ينعجب بيك ويتعلق بيك، ما اريد، ما يهمني، انا اللي يحبني على شخصيتي، ما يحتاج تسوي شغله. اول ما راح توقف على رجلينك. رجليك اسرار لغه اللسان هاي. توقف على رجليك بيكوز رجلينك راح تحسس المقابلك انه انت انسان زايف. الناس ينجذبون اكثر للردود الذكيه. اذا مثلا انت تدخل بنقاش وبلشت بانه تصحح لهذا الشخص، تقول له هيك وهيك، راح يقول لك لا تتدخل، ما لك علاقه، هواي صايره بيكم صح؟ ما تصير بي، لان هذه جماعتي محترمين. لما تدز رساله لاحد وما يرد عليك، هنا انت راح تقع بدائره الفضول. ليش داقع بدائره الفضول؟ يجوز بالحمام، يجوز دا يسبح، يجوز محصور، يجوز مية بالتليفون اصلا. ليش داوقع نفسي؟ عادي كمان برو، كمان مي، كمان هي، كمان بيب. ماكو داعي افكر انه هذا ايش راح يسوي بيها، ماكو داعي اوقع نفسي بدائره الفضول يعني واصدم ما ادري. عادي لا يجاوب، شو اسوي؟ ترى هل هو جاي يتكلم مع واحد ثاني؟ وما يتكلم مع واحد ثاني، يجوز عنده شخص اهم مني، ابوه مثلا، ابوه اهم مني، يعني عادي ترى كمان مي برو كمان. انه صارت عندك زياده بالوعي. ولا زياده بالوزن. التحجي ليش ما تشتغل عرض ازياء؟ وهيك يصلح عرض ازياء حرفيا، وفك من لغه الجسد. انت شوف هنا، من افتح بيج مال ملابس اجيبك تلبس هدوم واطقطق لك صور، تصير فشي رهيب. يا اخي ويهك يعني يرهم ترهم، تلبس مثلا ستره وشي فشي تطلع افك من لغه الجسد. يا خربانه اضحك، الدنيا خربانه، اضحك وشاربك، اضحك اوفك مسوي حلقه، انا مسوي حلقه اسمها اسرار لغه الجسد. بس يعني كمان دود تغلس تصرفاتك تغنيك عن لغه الجسد. حجي هتقول لي مو هي تصرفات لغه جسد؟ لا قصدي يعني شوف ما اعرف شلون افهمك. يعني من تكون قد كلمتك ما له علاقه بلغه الجسد، يعني تقدر تكون قد كلمتك وتعيش تمشي، بس قد كلمتك انت قد كلمتك انت انسان قد كلمتك، تكون صاحب وفي، تكون انسان ما ينصب على بنات العالم، تكون زوج حقيقي تهتم. يعني اوكي ممكن ان انت ما تصير مرعبر فد مره، بس يعني حاول انه تركز على الامور بشكل قوي. يعني اوكي ركز عليهم 20% من حياتك، بس مو 100%. يعني انا يظل احكي يا الواحد يا اللي احكي اسوي هيك واسوي هيك واسوي هيك واسوي يعني مو شرط يا اخي، مو شرط. انا ترى ما احكي عليك، انت ما اريدك تزعل مني. يعني انا هذا الفيديو كله سويته ما اريدكم كلكم تزعلون مني. لما انت متعود على ردود عاديه ومذكيه، الناس ينجذبون اكثر للردود الذكيه. المره القادمه لما واحد يريد يحلفك بشغله ويقول لك ها، انت مباشره تقول والله والعباس والحسين. هاي الردود مو مساله مو ذكيه، لا، بس ما يصير بانه انت ترد بهذا الرد على اي شيء وتحلف والله ما يصير، هذا الشيء حرام. انا معاك بهاي الفكره. على فكره سالفه الحلفان غلط. يعني انا اذا اشوف حتى بالتعليقات ان العالم تحلف 24 ساعه تحلف كل شيء، والله يعني انا شغلات، يعني الشباب هذا قسم صعب، يعني مو على كل شيء تحلفون. المشكله انتم ماخذيه على لسانكم، والله فيديوهاتك كلش حلوه، والله علاوي ما اقدر. يعني ما دائما شباب قللوا يعني من تكتب غلط كل شويه تحلف. ركز انت لا تحلف بس على الشغلات التستاهل، يعني حاول تحلف على شغلات قويه مهمه، يعني مو على كل شيء تحلف. ها اكلت، اي والله اكلت، ما يصير. تعلم من منشار، هذا منشار دي يعلمك يا اخي، ده تعلم مني. تتحداني بانه ب5 ثواني اقدر اغسل مخك؟ انت ايش تشتغل؟ انا اعرف واحد يغسل سيارات، انت تشتغل غسله بخاخ. لا ان شاء الله حتى 5 ثواني اهم هواي. لا الفيديو صوت هوا، انت شو مشغل مبرده؟ مخك باقل من 5 ثواني يا والفيديو كله طوله 29 ثانيه، تضحك علي شنو؟ المهم لكن بشرط اسالك سؤال واريدك تجاوب، وتجاوب بسرعه لازم. ماشي شو اسمك؟ من شهر. حلو متفقين؟ صح حلو. الغتره مالتي شنو لونها؟ ابيض. هاي الورقه شنو لونها؟ ابيض. كلينس هذا شنو لونه؟ ابيض. البقره ايش تشرب؟ حليب. مي. حليب. مي لا مي. ما شرحناها بنمت. شباب عندي رسالة أخيرة أريد أقولها لكم، كل صناع المحتوى على التيك توك. أنتوا اللي دا يشوفوكم أعمار كلش صغيرة، يعني أنا حتى بالبيت ملاحظ إنه أغلب الصغار لازمين الآيباد أو الموبايل ويقلبون 24 ساعة وين؟ بالتيك توك. فحاولوا تركزون على المحتوى، لأنه محتواكم دا يأثر عليهم بشكل مو طبيعي، وهالشي كلش مهم وضروري
انه انتم تغيرون محتواكم، او حتى اذا ما تغيروه تطوروه للافضل. يعني حاولوا تبتعدون عن المحتوى المبتذل، المحتوى اللي ما بي معنى. حاولوا تقدمون معلومات ايش قد ما تقدر. احنا نتمنى انه نطور المحتوى العراقي بكل المنصات، ما نريد نرجع ليه ورا. انه صح مرات المحتوى السخيف تشوفه يطق، بس يا اخي شنو الفائده تطق بشغله الناس كلها تنتقدك بيها؟ ترى المحتوى المفيد ناجح. يعني ما اقول لك انا معصوم، انا هم كان محتواي نوعا ما بي معنى بس غيرته، ومن غيرته بالعكس شفت الاحترام من الناس، شفت الناس قامت تقول لي بالتعليقات انه اني مطمئن من اشوف ابني يشوفك، مرتاحه من اشوف بنتي تتابعك، ما خايف عليهم. حاليا احنا عندنا جيل كل شيء يتعلق بهاي الاشياء وبهاي الفيديوهات، فاحنا شنو لازم نراعي الناس اللي دا يشوفونه. فاتمنى هذا الفيديو عجبكم، لا تنسوا تعطوني رايكم، خصوصا جماعه التيك توك حاولوا تعطوني رايكم تشوف شكلكم من شفت الحلقه ولا تنسوا متابعيني كتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالفيديو، تحبون نسويها سلسله ما عندي اي مشكله، واشوفكم بالحلقه الجايه. سيمش بيدش ما حد يفيدك. هلو سيمش بيدش ما حد يفيدك. شنو عواش نسيت شنو؟ مو عاب تعبت صار ايش قد اصور. اشوفكم بالحلقه الجايه. باي باي.